كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد، قناة أهل السنة الدعوية. هذا تحقيق مختصر للحديث الذي ورد عن الصحابي عياض بن غنم رضي الله عنه، واقتصرت فيه على تحقيق الألباني رحمه الله وشعيب الأرمؤوط وأبو مروان السوداني، ثم يليه إن شاء الله تحقيق كامل جمعنا فيه كل أقوال أهل الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين، ونسأل الله أن يكون هذا العمل خالصا له، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ورد هذا الحديث عن الصحابي الجليل عياض بن غنم رضي الله عنه، وله عنه 3 طرق. الطريق الأولى عن صفوان بن عمرو، والطريق الثانية عن إسماعيل بن عياش، والطريق الثالثة عن عبد الله بن ساري. فنبدأ بالطريق الأولى عن صفوان بن عمرو. حدثني شريح بن عبيد الحضرمي قال: جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: أولم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا ذي الناس. قال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخل به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء، إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني في مسند الشامي، وابن أبي عاصم في السنة، والقاسم بن سلام في الأموال، ومحمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ، وابن عدي الجرجاني في ضعفاء الرجال. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب السنة عن أبي عاصم أن الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، وبقي مدلس، وقد صرح بالتحديث. في هذا التحقيق المختصر لن نذكر كلام أهل الحديث في بقية، بل نختصر فقط على كلام الشيخ الألباني، وإن شاء الله في التحقيق الكامل سنذكر كل كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في بقية بن الوليد. وقال الشيخ الألباني: وقد توبع كما يأتي، وفي سماع شريح من عياض وهشام نظر كما يأتي عن الهيثمي. والحديث أخرجه أحمد. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال، فذكره، وفيه قصة جرت بين عياض بن غنم وهشام بن حكيم، وكلاهما صحابي. وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا، وإن كان تابعيا. قال الشيخ الألباني: قلت: وإنما أبدى الهيثمي هذا التحفظ مع أن شريحا قد سمع من معاوية بن أبي سفيان كما قال البخاري، ومن فضال بن عبيد كما قال ابن مكولة، لأنه قد روي عن جمع آخر من الصحابة ولم يسمع منهم، كما بينه الحافظ
في التهذيب، والله أعلم. هذا كلام الشيخ الألباني في كتاب السنة لأبي عاصم. نفى أن يكون شريح لم يسمع من عياض، ولكن في السلسلة الضعيفة له كلام آخر. في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ الألباني رحمه الله، المجلد 12 القسم الأول، عن حديث رقم 5832، قال الشيخ الألباني: تنبيه هام، كنت أوردت هذا الحديث في الصحيحة برقم 225، ثم لفت نظري بعض الطلبة جزاه الله خيرا إلى أن فيه انقطاعا بين شريح وأبي مالك، وقد تنبهت له في حديث آخر كنت ذكرته شاهدا للحديث المذكور في الصحيحة برقم 1502. فسبحان من لا يضل ولا ينسى. أسأل الله تعالى ألا يؤاخذني في الدنيا والأخرى. والعمدة في ذلك قول ابن أبي حاتم في المراسين صفحة 60-61 عن أبيه شريح بن عبيد الحضرمي: لم يدرك أبا أمامة ولا الحارث بن الحارث ولا المقدام، وهو عن أبي مالك الأشعري مرسل. وأقره العلائي في جامع التحصيل صفحة 237 و283. ونحوه قول محمد بن عوف لمن سأله: هل سمع شريح من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أظن ذلك، وذلك لأنه لا يقول في شيء من ذلك سمعته، وهو ثقة كما في التهذيب. قلت: والتاريخ يؤيد ذلك، فإن أبا مالك الأشعري هذا قديم الوفاة، مات في طاعون عمواس سنة 18 هجري، وشريح مات بعد 100 هجري، فبين وفاتيهما نحو 80 سنة، فيبعد عادة أن يدركه. ولذلك تعجب الحافظ ابن حجر في تهذيبه من الحافظ المزي في ذكره أبا مالك هذا في جملة الصحابة الذين روى عنهم شريح بن عبيد، مع تصريحه بأنه لم يدرك سعد بن أبي وقاص وقد تأخرت وفاته إلى سنة 55، وأبا ذر وقد مات سنة 36. وهنا الشيخ الألباني تدارك أحاديث كان يصححها أن شريح سمع من أبي مالك الأشعري، وأبا مالك الأشعري هذا قديم الوفاة، مات في طاعون عمواس سنة 18 هجري، وعياض مات سنة 20 هجري. في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الدمشقي الجزء 26 الصفحة 16، وقال في الطبقة الثالثة: عياض بن غنم الفهري شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالشام سنة 20 وهو ابن 60 سنة. فبما أن شريح لم يدرك أبا مالك الأشعري الذي مات سنة 18 هجري، فيبعد عادة أن يدرك عياض الذي مات سنة 20 هجري، أي بينهما 80 سنة. لهذا وعياض بن غنم مات بعد أبا مالك الأشعري بعد 2 سنين، أي ليس بينهما كثير. ففي السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ الألباني المجلد 14 القسم الأول، يقول الشيخ الألبان في الصفحة 74: ورجال إسناده ثقات، فالإسناد صحيح، لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن الخطاب. وهنا الشيخ الألباني ينفي إدراك شريح بن عبيد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه مات سنة 23 هجرية. وفي تاريخ الطبري الصفحة 55 قال: وحدثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر ل3 ليالي بقين من ذي الحجة سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. فهنا الشيخ الألباني يصرح أن شريح لم يدرك عمر رضي الله عنه الذي تأخرت وفاته سنة 23 هجرية، وأيضا صرح أنه لم يدرك أبا مالك الذي تأخرت وفاته سنة 18 هجرية. فالأولى أيضا أنه لم يدرك عياض بن غنم الذي مات سنة 20 هجرية. وأيضا الشيخ الألباني قال أن شريح بن عبيد
لم يدرك أبا الدرداء. ففي السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، المجلد الخامس الصفحة 393، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد رجاله ثقات. وبقي قد صرح بالتحديث ولكنه منقطع، فإن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يدرك أبا الدرداء، فعلة الحديث الانقطاع. وأبا الدرداء مات سنة 32 هجري. ففي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الدمشقي الجزء 25 الصفحة 543 قال: وقال محمد بن عمرو: توفي أبو الدرداء بدمشق سنة 32 في خلافة عثمان، وله عقب بالشام. فهنا يتبين من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله أن شريح لم يدرك أبا الدرداء الذي توفي سنة 32، ولا عمر رضي الله عنه الذي توفي سنة 23 هجري، ولا عياض الذي توفي سنة 20 هجري، ولا أبا مالك الأشعري الذي توفي سنة 18 هجري. فهذا تصريح من الشيخ الألباني أن شريح بن عبيد لم يدرك عياض بن غنم رضي الله عنه. وهذا تراجع من الشيخ الألباني، لأنه قال في السلسلة الضعيفة المجلد 12 القسم الأول الصفحة 238 قال: وأنا بدوري أتعجب منه كيف نسي هذا الذي تعقبه على المزي، فلم يعل الحديث بهذه العلة الثانية ألا وهي الانقطاع، بينما تنبه له في حديث آخر خرجته فيما سبق من هذه السلسلة 1510، فأعله في التلخيص الحبير المجلد 341 بالانقطاع. وصرح في تخريج أحاديث المختصر تبعا للزركشي في المعتبر بأن العلة القادحة هي قول أبي حاتم الرازي: لم يسمع شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري. ولكن لا عجب، فهذه طبيعة الإنسان ألا وهي النسيان. فقد وقعت أنا فيه مثل ما وقع هو فيه من السهو، فقد أوردت حديثا في الصحيحة برقم 1817 وصححته تبعا للحاكم والذهبي، وهو من هذا الوجه المنقطع، ومثله الحديث 225 في الصحيحة، بينما تنبهت للانقطاع في حديث آخر ذكرته شاهدا تحت الحديث 1502، ولذلك قررت نقل الحديث 225 من الصحيحة إذا لم أجد له شاهدا معتبرا، وهو مما أستبعده، فإن الحافظ استغربه أيضا في نتائج الأفكار وأعله بضعف محمد بن إسماعيل، ولم يتنبه أيضا لانقطاعه ولا الاستظهار أبي داود بقول شيخه ابن عوف: قرأته في كتاب إسماعيل بن عياش فجل من لا يسو ولا ينسى، وغفر لي خطيئتي وعندي، وكل ذلك عندي. وهنا الشيخ الألباني رحمه الله تدارك خطأه وأخطأه التي كان يجعل من شريح بن عبيد سماعا أو إدراكا لأبي مالك الأشعري. وهذا أيضا ما حدث مع عياض بن غنم عندما رد كلام الهيثمي وقال أن شريح بن عبيد قد سمع من معاوية بن أبي سفيان ومن فضال بن عبيد. وهكذا يكون الحديث منقطعا وضعيفا، أي يكون الحديث مرسلا. وهذا ما قاله شعيب بن الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد الجزء الأول الصفحة 49. قال شعيب: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. شريح بن عبيد الحضرمي لم يذكر له سماعا من عياض ولا من هشام. وهكذا يصبح حكم الطريق الأولى عن صفوان أن الإسناد ضعيف، والعلة هو الانقطاع بين شريح بن عبيد الحضرمي وعياض بن غنم. الطريق الثانية عن طريق إسماعيل بن عياش في كتاب السنة لأبي عاصم الصفحة 522 الحديث 1097: حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير
قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخل به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. في نسخة أخرى له. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح ورجاله ثقات، غير محمد بن إسماعيل وهو ابن عياش، وهو ضعيف. قال الشيخ الألباني: لكنه يتقوى بالطريق التي قبله، أي عن طريق صفوان بن عمرو، التي هي طريق ضعيفة، والعلة هي الانقطاع بين شريح بن عبيد والصحابي عياض بن غنم. والأخرى الآتية، وهذه الأخرى سنعرفها فيما يلي. في مسند الإمام أحمد الجزء الأول، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الصفحة 49، قال شعيب: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة الحديث 1097 عن محمد بن عوف وهو الطائي، عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن عياض به. قال شعيب: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه. ومحمد بن إسماعيل هذا غمزه الشيخ الألباني بالكذب، ففي كتاب السنة لأبي عاصم الصفحة 11 قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف، محمد بن إسماعيل بن عياش. قال الحافظ في التقريب: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، فقوله في هذا الحديث حدثنا أبي كأنه كذب، وقد قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا، حمروه على أن يحدث فحدث. وقول الشيخ الألباني كأنه كذب، هذا يعود لمحمد بن إسماعيل أنه يحدث عن أبيه بدون سماع منه، فكيف لرجل لم يسمع من أبيه يقول حدثني أبي؟ فهذا يدل على أنه كاذب على أبيه. وقول الشيخ الألباني بتحفظه كأنه كذب، ربما لأنه لم يجد له سلفا من أهل العلم في الحديث اتهم محمد بن إسماعيل بالكذب على أبيه، لهذا قال كأنه كذب. ولكن ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني المجلد الثاني الجزئين الثالث والرابع الصفحة 246 قال الإمام ابن حجر العسقلاني: وهو من رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، ومحمد ضعيف جدا. فعندنا هنا كلام أهل العلم بالحديث أن محمد بن إسماعيل بن عياش هو ضعيف، غمزه الشيخ الألباني كأنه كذب، وقال عنه ابن حجر العسقلاني ضعيف جدا. وسنذكر بقية كلام أهل العلم في التحقيق الكامل إن شاء الله، فيصبح الحديث ضعيف جدا، وهذا بسبب محمد بن إسماعيل بن عياش. والضعيف جدا لا يتابع ولا يحتج به ولا يعتل به عند علماء أهل الحديث. وفي كتاب الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين للدكتور محمد طاهر الجوابي الصفحة 468 قال: ثالثا، كل لفظ يدل على رد الحديث أو طرحه أو ضعفه الشديد، نحو رد حديثه، طرح حديثه، ضعيف جدا ونحوها. فحكم هذا الحديث هو حديث ضعيف جدا، ولا يتابع ولا يحتج به ولا يعتل به، والله أعلم. الطريق الثالثة عن طريق عبد الله بن سالم عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الزريق الحمصي، حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثنا الفضل بن فضالة يرد إلى عائذ
يرده عائد إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم الأشعري وقع على صاحب دارا حيث فتحت، فأتاه هشام بن حكيم فأغلب الحديث. أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والبخاري في كتاب التاريخ الكبير، وأورده الشيخ الألباني في كتاب السنة لأبي عاصم. في كتاب السنة لأبي عاصم الصفحة 521 قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكنه قد توبع، فأخرجه الحاكم في المجلد الثالث الصفحة 290 من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثنا الفضيل بن فضالة يرده عائذ إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم الأشعري الحديث نحوه بالقصة. وقال الحاكم صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت ابن زبريق واهي. قلت يعني إسحاق أبا عمرو. قال الحافظ صدوق يوهم كثيرا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. قلت لكنه قد توبع، فسيأتي عند المصنف بعد حديث من طريق عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم به، ويأتي الكلام عليه هناك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: تنبيه: وقع عند الحاكم كما رأيت عياض بن غنم الأشعري. فقال الحافظ في الإصابة: وأظن الأشعري وهما والله أعلم، فالذي ولي الإمرة حيث كان هشام هو الفهري لا الأشعري. قلت: والوهم من ابن زبريق لأنه ضعيف كما عرفت، ولم تقع هذه النسبة في طريق المصنف الآتية ولا عند غيره. في هذا التنبيه تنبه الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا ابن زبريق قد وهم عندما قال عياض بن غنم الأشعري، وهو في الأصل الفهري، وهذا لأن ابن زبريق كما قال عليه الحافظ يوهم كثيرا، وكما قال عليه الذهبي ابن زبريق واهن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: والوهم من ابن زبريق لأنه ضعيف كما عرفت. ولكن الشيخ الألباني عنده كلام آخر في هذا ابن زبريق، وهذا السند عن طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث. هذا الإسناد حققه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال في السلسلة الضعيفة: في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ الألباني رحمه الله، المجلد الثاني الصفحة 181 الحديث 758. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا، رواه الطبراني. قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي حدثني أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن إياس بن مونس أن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه به مرفوعة. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا سند ضعيف جدا. عمرو بن إسحاق لم أعرفه، ولم يورده ابن عساكر في تاريخه مع أنه على شرطه، وأبوه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ضعيف جدا. قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. وكذبه محدث حمص محمد بن عوف الطائي، وهو أعرف بأهل بلده. وأما أبو حاتم فقال لا بأس به. وعياش بن مؤنس وشيخ أبو الحسن نمران بن مخمر لم أعرفهما. فهنا الشيخ الألباني بهذا السند عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي عن أبيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. والضعيف جدا كما
سبق أنه لا يعتل به ولا يستشهد به ولا يتقوى به ولا يتابع، فتصبح متابعة الشيخ الألباني لهذا الحديث هي متابعة باطلة ولا تصح. وهذه مما لاحظناها عند الشيخ الألباني رحمه الله، أنه أحيانا يضطرب أو ينسى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فأحاديث يتابعها ويقويها ثم يتراجع عنها في الضعيفة. فسيأتي قول الشيخ الألباني في هذا ابن الزبريق في السلسلة الضعيفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكنه قد توبع، فسيأتي عند المصنف بعد حديث من طريق عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم به، ويأتي الكلام عليه هناك. في حديث 1098 قال: حدثنا محمد بن عوف حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عائذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لي هشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخل به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، غير أن عبد الحميد بن إبراهيم وهو أبو التقي أو أبو التقى الحمصي فيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. قلت: فالحديث صحيح لمجموع طرقه والله أعلم. وحسب استشهاد الشيخ الألباني فقط بقول الحافظ صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه، فهذا دليل على أن الشيخ لم يحط بكل ترجمة هذا عبد الحميد بن إبراهيم، فهو فقط مقتصر على كلام الحافظ ولم يحط بكلام غيره في ترجمته عن عبد الحميد بن إبراهيم. وهذا والله أعلم إما غفلة من الشيخ الألباني أو نقص بحثه عن ترجمة عبد الحميد بن إبراهيم، والله أعلم. يقول أبو مروان السوداني في كتابه الجهر والإعلان بظرف حديث كتمان في مناصحة السلطان الصفحة 23 قال: وفي إسناده عبد الحميد بن إبراهيم قال عنه النسائي ليس بشيء، وقال في موضع آخر ليس بثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عوف الحمصي عنه فقال: كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم فنحمله إليه ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن فيحدثنا، وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث. وقال: سمعت أبي ذكر لي أبو التقي كذا عبد الحميد بن إبراهيم فقال: كان في بعض قرى حمص، فلما أخرج إليه وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي إلا أنها ذهبت كتبه فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى الآن. ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من 30 سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب وقالوا: عرض عليه كتاب ابن الزبريق ولقنوه فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. دلت هذه القصة على أن عبد الحميد بن إبراهيم لقن أحاديث بن الزبريق فصار يحدث بها عن عبد الله بن سالم، فتبين أن الطريقين مدارهما على ابن زريق، ولم ينتبه الألباني لذلك حينما جعلها طريقا أخرى ليقوي بها طريق ابن الزبريق، حينما قال بعد أن ذكر ضعف ابن زريق: لكنه قد توبع، فسيأتي عند المصنف بعد حديث من طريق عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم به، ويأتي الكلام عليه هناك. فهذا من أوهامه وأغلاطه المنفورة في مصنفاته رحمه الله. فكيف يتابع ابن زريق من أدخلت عليه أحاديث ابن زريق فحدث بها؟ وهنا يتبين أن حديث عبد الرحمن بن إبراهيم هو نفسه حديث ابن زبريق
فقد كان يلقن الحديث ابن زبريق فحدث به. فعند أهل الحديث الذي يلقن الحديث والذي لا يحفظ والذي ذهبت كتبه عندهم ضعيف جدا بل متروك. ومتابعة الشيخ الألباني رحمه الله لابن زبريق كان خطأ، وتدارك الشيخ الألباني هذا الخطأ. وقال الشيخ الألباني في كتاب السنة لأبي عاصم قال: قلت فالحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم. وللحديث شاهد موقوف على عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد بسند حسن عنه. وهذا مما أخطأ فيه الشيخ الألباني، ثم تراجع في السلسلة الضعيفة، فتدارك الشيخ الألباني أن يكون شريح بن عبيد أدرك أو سمع إياض بن غنم. وأيضا تدارك الشيخ الألباني أن يكون محمد بن إسماعيل سمع من أبيه، ولكنه الشيخ كان يراه ضعيفا فقط، وليس مثل ما قال ابن عساكر أنه كان ضعيف جدا. وتدارك أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تقويته لابن الزبريق هذا، واستغفر الله وتبرأ من كل متابعته وتقويته لهذا ابن الزبريق، وجعل كل أحاديثه في الضعيفة، بل جعل أحاديثه ضعيفة جدا. وقال ابن الزبريق: لا تطمئن النفس لحديثه. في السلسلة الضعيفة قال الشيخ الألباني رحمه الله: ففي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المجلد 12 القسم الأول الصفحة 498 الحديث 5725. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف، أخرجه ابن حبان والطبراني في المعجم الكبير من طريقين له عن إسحاق بن إبراهيم بن الزبريق حدثنا عمرو بن الحارث حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثنا لقمان بن عامر عن سويد بن جبرة عن عرباض بن سارية مرفوعا. قال الشيخ الألباني: قلت وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات غير ابن زبريق هذا فإنه مختلف فيه، وإليك ما قيل فيه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: سمعت يحيى بن معين وأثنى على إسحاق بن زبريق خيرا، وقال: الفتى لا بأس به ولكنهم يحسدونه. وسئل أبي عنه فقال: شيخ. هذا قول أبي حاتم فيه في رواية ابنه عنه، ونقل في التهذيب عنه أنه قال: لا بأس به ولكنهم يحسدونه. وهذا كما تقدم إنما هو من كلام ابن معين، فالله أعلم. وتمام ما في التهذيب: وقال النسائي ليس بثقة. وقال محمد بن عوف: ما أشك أن إسحاق بن الزبريق يكذب، وذكره ابن حبان. قلت: وابن عوف أعرف به لأنه ابن بلده حمص، لكن لعله كان كثير الخطأ حتى يتوهم أنه يكذب، ولذلك قال الحافظ: صدوق يوهم كثيرا، فلم يتبين توثيق ابن حبان وغيره ولا تكذيب ابن عوف له، فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج به. ولذلك كنت ضعفت إسناد الحديث لما خرجته في الصحيحة برقم 2145، إلا أنني استدركت فقلت هناك: لكن قال الهيثمي رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن. ولم يكن يومئذ قد طبع معجم الطبراني الكبير لنتحقق من الإسنادين اللذين أشار إليهما، وغلب على الظن أن الإسناد الذي أشار إلى ضعفه وهو هذا الذي فيه ابن زبريق، وأنه يتقوى بالإسناد الآخر الذي حسنه، فأوردته في الصحيح. فلما قدم للطبع لفت نظري أحد المصححين جزاه الله خيرا، إلا أنه ليس للطبراني فيه إسنادان، فلما رجعت إليه وجدت الأمر كما قال، وأنه ليس له فيه إلا الطريقان المشاران إليهما في مطلع هذا التخريج، وهما شيخان للطبراني تابعهما شيخ آخر عند ابن حبان، ثلاثتهم عن إسحاق بن زبريق هذا، فإطلاق القول بأن له إسنادين أحدهما حسن ومدارهما على هذا الضعيف مما لا يخفى ما فيه، وما أظن أن ذلك صدر منه إلا توهما، وقد وقع منه مثله في حديث آخر نبهت عليه في الصحيح.
ومن الغريب أن صاحبنا حمد السلفي أقر الهيثمي على قوله في الحديثين وتبناه المناوي في هذا الحديث، فقال في فيض القدير: وقد عزى متنه للطبراني. رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: رواه بإسنادين أحدهما حسن، واختصره في التيسير كما في عادته فقال: الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وكذلك قال في الجامع الأزهر. فإن قيل لعل الهيثمي يعني بقوله السابق بإسنادين أي الطريقين إلى ابن الزبريق، وأن ابن الزبريق عنده حسن الحديث، فأقول هذا بعيد من وجوه. الأول أننا ذكرنا أنه عند الطبراني عن شيخين له عن ابن الزبريق، وليس من عادته حين يتكلم على أسانيد الطبراني بتوثيق رجاله أو تصحيح وتحسين إسناده أنه يعني بذلك شيوخ الطبراني أيضا، بدليل أنه يقول أحيانا رجاله رجال الصحيح، وشيوخ الطبراني ليسوا من رجال الصحيح لأنهم دونهم في الطبقة، وقد نبهت على ذلك في غير موضع. وانظر على سبيل المثال الصحيحة الحديث 2164. الثاني أن الشيخين المشار إليهما أحدهما عمرو بن إسحاق هذا، والآخر عبد الرحمن بن معاوية العتمي، وهذا مجهول العدالة كما يفيده كلام السمعاني، والأول لم أجد له ترجمة، وقد يكون في تاريخ دمشق لابن عساكر فليراجع. والمقصود أنه ليس فيهما ذو ثقة حتى يصح قول الهيثمي المتقدم على افتراض أن ابن الزبريق حسن الحديث، وهذا مردود بالوجه الآتي. الثالث أننا لم نجد الهيثمي قد حسن حديثا من الأحاديث التي ذكر أن فيها ابن الزبريق هذا، وإنما هو يذكر الخلاف فيه، كمثل قوله في حديث شداد بن أوس في الإسراء والمعراج: وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي، ونحوه في أحاديث أخرى. انظرها إن شئت في بحالها. وجملة القول أن الحديث ضعيف لأن مدار طرقه على ابن الزبريق هذا. وإني أستغفر الله تعالى من تقوية إياه سابقا، ولو أن ذلك كان تبعا لغيري فالحمد لله الذي وفقني للرجوع عن خطأ الذي ترتب عليه خطأ آخر بذكره في الصحيح الجامع الصغير 5068. فمن كان عنده نسخة منه فليغرب ولينقله إلى الكتاب الآخر إن كان لديه ضعيف الجامع، والله ولي التوفيق. وهنا الشيخ الألباني رحمه الله تدارك خطأه الذي كان يتابع به ويقوي هذا ابن الزبريق، وقال أستغفر الله تعالى من تقوية إياه سابقا. فهذا تراجع من الشيخ الألباني في أي حديث كان يقوي به هذا ابن الزبريق، والحديث الذي بيننا هو أيضا من عن طريق ابن الزبريق. فالحديث مثل ما قال الشيخ الألباني فليضرب ولينقل إلى الكتاب الآخر ضعيف الجامع. فهذه الطريق هي طريق ضعيفة متروكة لا تحتج بها ولا يستشهد بها ولا يعتل بها ولا يتابع بها. وهنا يصبح كلام الألباني في السلسلة الضعيفة أن هذا ابن زبريق ضعيف جدا ولا يحتج به ولا يتابع، واستغفر الشيخ الألباني تقوية إياه سابقا، فتصبح متابعة الشيخ الألباني لابن زبريق متابعة باطلة. وخلاصة التحقيق أن الحديث مداره على 3 طرق. الأولى علتها الانقطاع لعدم ثبوت سماع شريح من عياض. الثانية فيها علتان: ضعف محمد بن إسماعيل وهو ضعيف جدا، والانقطاع لعدم سماع محمد بن إسماعيل من أبيه. وفي التحقيق الكامل سنذكر متابعة محمد في الرواية عن أبيه عن عبد الوهاب وهو وضاع فلا الالتفات لمتابعته. والثالثة فيها ابن زبريق وهو ضعيف جدا ومتهم ومتروك عن طريق عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث وفضيل فيهما كلام سنذكره في التحقيق الكامل. ومتابعة عبد الحميد بن إبراهيم هي متابعة باطلة
لأنه أدخلت عليه أحاديث ابن زبريق، فأصبح يحدث بأحاديث ابن زبريق. الحديث هو نفسه السابق عن ابن زبريق. فالطريق الأولى منقطعة، والثانية والثالثة لا يصلح أن يستشهد بها لوهنها وضعفها الشديد كما هو معلوم لدى أهل هذا الفن. وفي التحقيق الكامل سنذكر كثيرا من كلام أهل العلم في الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وهناك روايات ضعيفة وموضوعة ومكذوبة في هذا الحديث لم نذكرها في هذا التحقيق المختصر، فسنذكرها إن شاء الله في التحقيق الكامل، وسيتبين ويتجلى تحقيق هذا الحديث بجل كلام أهل العلم فيه. وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في عملنا هذا هوى، وأن يجعله خالصا له، وأستغفر الله أن يكون هناك سهو أو خطأ أو هوى في التحقيق، هذا التحقيق المختصر، والحمد لله رب العالمين.